رد الدكتور النجدي على الدكتور النجدي. وعمر. أيوة. نحن نعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ويعني أمثال هؤلاء الصحابة. تريد أعد آخرين؟ مثل أمثال هؤلاء. أولا أنهم مسلمون، نعتقد بإسلامهم، هذا أولا. ثانيا أنهم من كبار الصحابة. أيوة. ولهم قول مسموع وشخصيات اجتماعية كبيرة وشخصيات لها منزلة قيادية في المجتمع. يعني هذه الأمور لا ننكرها، وأحدثوا فتوحات. يعني لا نكفر أحدا من كل أصحاب رسول الله. هل هم من المرتدين؟ أعوذ بالله أن نقول من المرتدين. حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم مسلمون. أعوذ بالله أن نقول من المرتدين. حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم مسلمون. أكثر من هذا يعني قضية التكفير، يقول أنهم يقولون بتكفير المهاجرين، أو بقول أن المهاجرين والأنصار منافقون. أعوذ بالله. علي مهاجر، وعمار مهاجر، وسلمان مهاجر، وأبو ذر مهاجر، وأبو حذيفة مهاجر، وبلال مهاجر، رضوان الله عليهم أجمعين. كل هؤلاء شيعة أهل البيت. علي سيد شيعة أهل البيت، وعمار من شيعة أهل البيت، وأبو ذر من شيعة أهل البيت، وسلمان. فهل نكفر هؤلاء؟ أليسوا هؤلاء من المهاجر؟ غير سلمان أليس البقية من المهاجرين؟ فكيف؟ أما نحن نعم نعتقد بأن بعض الصحابة هم منافقون، وارتدوا بعضهم